الاثنين. انت عايزه ايه؟ أنا يعني معدودين على أصابع اليد الواحدة اللي أنا طلعت بيهم من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد 40 سنة. ناس منهم حسن وهيثم وأنت، يعني في ناس معينة كده، إبراهيم الصياد ما تتكررش، ناس ما تتكررش. بقى على سيرة الأستاذ إبراهيم الصياد، أنا بشكره لأن هو اللي عرفني على القامات الجميلة دي في الملتقيات في الصالون البحري، المنتدى المصري. أستاذ حسن طبعا ربنا يوسع عليه يا رب ويرزقه من حيث لا يحتسب، لدرجة إن مرة كان عازمني على عشاء. أول ما عرفته كنت أنا في مصر الجديدة هو في المعادي، قلت له معيش عربية، راح بعت لي السواق عشان ياخدني عنده البيت عشاء. راجل كريم وراجل فاضل، وهو يعني ما بيحبش يتكلم عن نفسه، احنا بقى اللي نتكلم عليه. كل سنه وهو طيب، كلكم طيبين. استاذ حسن هويدي يعني نعم الاخ والصديق وقيمه وقامه واعلامي بارز ومترجم دولي شهير، وانا بشكره الحقيقه على حب الناس ليه وعلى تقديرهم ليه، وبشكره على كل الجهود اللي هو بيعملها وعلى محبه الناس من كل الاطياف بتحبه وبتقدره، وربنا يا رب يديله الصحة دايما ونشوفه كده في أحسن حال بإذن الله إن شاء الله. أستاذ حسن، بالنيابة عن كل الأصدقاء بنشكرك شكرا جزيلا، وبالنيابة عن المساكين وأبناء السبيل برضك، عشان فيها أبناء سبيل ومساكين برضك بنشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا حبيبي، كل سنة وأنت طيب. طب الصحة والسلامة حبيبي. أستاذ حسن هويدي يا رب دايما ربنا يديك الصحة، يمن عليك بالعافية ويجعلك دايما كريما معطاء محبا للآخرين. دايما بتجمعنا في شهر فضيل، وزي ما حمدي متولي دايما بيقول يعني ايه، بتعطف على الغلابة والمساكين والفقراء وأبناء السبيل واللي ما لهمش حد، وتعزمهم على الفطار فتاخد أجر إطعام مسكين وأجر إفطار صائم كمان. ويا رب دايما متجمعين على خير، وربنا يخليك لينا، ما تحرمش منك أبدا يا أستاذ حسن.